الناس باش نعطيهم على الماء. الماء اش كاين الماء؟ المدافق على الريق. وي غير سمعي. هذا قراص واحد الناس عزاز عليا بزاف، اصدقاء كبار والله عمرها دار. انا بنفسي انا تنعرف الحوايج على الماء، شحال الحاجه تنعرف، ولكن ما تنعرفش هادشي اللي غنقول دابا. شوف الله دكتور جمال، شوف راه قلت لك نعرفوا اليوم شو اسرار والله العظيم. لا العجب العجاب، كنا غنبقاو حالين فمنا غير في الماء وفي الشفاء اللي كاين في الماء. سبحان الله. هذاك ورا ربي راه خلق العجب غير في الماء. انا بنفسي جايتي سوربري هذاك. دونك نبداو بسم الله. يلا العلاج بالماء. ما يصدقوش الناس كيف انا الكم الكبير ديال الامراض اللي قدر الله الشفاء ديالها بالماء. وربي الحمد والمنه. قام الاتحاد الياباني للامراض بنشر التجربه التاليه للعلاج بالماء، حيث بلغت النتائج النجاح ديال هذا العلاج 100%. الامراض التاليه اللي غنهضروا عليها. ايوا سامع يا اختي سميه وسمعوا الناس والمستمعين هما كيسمعوا. اول حاجه الصداع، شافه 100% هاد الحوايج اللي غنهضروا عليهم دابا. الصداع، الضغط الدموي، دونك ارتفاع الضغط الدموي، فقر الدم، داء المفاصل، الشلل، سرعه خفقان القلب، انا غنعاودها بشويه، سرعه خفقان القلب، الصرع، السمنه، السعال، التهاب الحلق، الربو الضيقه، السل، التهاب السحايا، واي مرض يتصل بالمسالك البوليه، فرط الحموضه في المعده، التهاب غشاء المعده، الامساك، اي مرض يتصل بالعين والحنجره والاذن، عدم انتظام الدوره الشهريه عند النساء. هذا الماء بوحده شوف الشيء يداوي وتيداوي 100%. وحنا غنقولوا طريقه العلاج. الشيء يداوي الماء بوحده لا شربناه، غنقولوا حتى المقدار ديال الماء. الصداع، يعني اللي عنده الم في الراس، عنده وجع الصداع فين ما بغى يكون في الذات. الالم في الذات كلها. الضغط الدموي سواء كان مرتفع ولا نازل، فقر الدم، داء المفاصل، الشلل، سرعة خفقان القلب، الصرع، السمنة، السعال، التهاب الحلق، الربو، داء السل، التهاب السحايا، وأي مرض يتصل أو يتعلق بالمسالك البولية، فرط الحموضة في المعدة، التهاب غشاء المعدة، الإمساك، أي مرض يتصل بالعين والحنجرة والأذن، عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء. هذا الماء بوحده. طريقة العلاج بالماء تيقول لك فيق في الصباح بكري، استيقظ مبكرا صباحا كل يوم واشرب 4 ديال الكيسان، 4 الكؤوس من الماء الدافئ على معدة فارغة كاش خاوية، يعني معدة خاوية قبل وجبة الفطور. وقال لك وما تناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين التالية لكل وجبة. صبروا ساعتين بعد عاد ناكلوا. اش يقول لك؟ تيقول لك استيقظ مبكرا صباحا كل يوم واشرب 4 الكؤوس من الماء الدافئ على معدة فارغة، ولا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين التاليتين لكل وجبة. وتيقول لك وقد يواجه البعض أو المرضى أو المسنون صعوبة في البداية، يعني كيجي صعيب باش تشرب 4 الكيسان شابعين تيجي شوية قصعة. في شرب 4 كؤوس من الماء في وقت واحد، لذا يمكن لهم أن يشربوا أقل من ذلك في الأيام الأولى، ثم تدريجيا زيادة الكمية إلى أن يصلوا إلى 4 الكؤوس. يبداو يتعودوا غير بشوية. اللي ما قدرش على 4 الكيسان يبدا بكاس، شوية يطلع لجوج ونص، غادي توصل 4 الكيسان الماء دافي قبل الفطور، ويصبر 1-2 سوايع وعاد باش يفطر أو ياكل. وقد أثبتت نتائج العلاج بالماء الشفاء من الأمراض التالية في المدة المذكورة أو المبينة من كل وحدة منها. إذا تثبتات نتائج العلاج التام والشفاء من الأمراض اللي غنذكروا. داء السكري 30 يوم، يعني المصاب بداء السكري اللي خدا التريتمون 4 الكيسان يوميا قبل الفطور، ويصبر 2 سوايع ما ياكل ما حتى حاجه.
اللي فيه داء السكري هذا ماشي انا اللي تنقول، هذا تجربه ديال اليابانيين هما اللي قاموا بهذه الدراسه العلميه وثبتوا هذه الفكره وثبتوا هذاك داء السكري 30 يوم، ارتفاع ضغط الدم 30 يوم، مشاكل المعده 10 ايام، السرطان بانواعه 9 شهور، السل والتهاب السحايا 6 أشهر، الإمساك والمغص والوجع 10 أيام، مشاكل المسالك البولية 10 أيام، مشاكل الأنف والأذن والحنجرة 20 يوم، مشاكل الدورة الشهرية 15 يوم، مشاكل القلب بأنواعها 30 يوم، الصداع 3 أيام، فقر الدم 30 يوم، السمنة 4 شهور، الصرع والشلل 9 شهور، مشاكل الجهاز التنفسي 4 شهور. يعني كتفاوت المدة على حسب الحالة. على حسب الحالة. الماء اش يعالج؟ الصداع، الضغط الدموي، فقر الدم، داء المفاصل، الشلل، سرعة خفقان القلب، الصرع، السمنة، السعال، التهاب الحلق، الربو، السل، التهاب السحايا، وأي مرض يتصل بالمسالك البولية، فرط الحموضة، التهاب غشاء المعدة، الإمساك، أي مرض يتصل بالعين والحنجرة والأذن، عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء. طريقة العلاج بالماء، تيقول لك نوض في الصباح مبكر واشرب 4 الكيسان ديال الماء الدافئ على معدة فارغة، وما تناول ما تاكل حتى حاجه، اي طعام او شراب خلال الساعتين التاليتين لكل وجبه. لكل وجبه ما تنساهاش، يعني وجبه ديال الفطور ووجبه الغداء ووجبه العشاء. ومنين لاك دابا فطرنا ياك 2 سوايع من بعد ما ناكلوا حتى حاجه، تغدينا 2 سوايع من بعد ما ناكلوا حتى حاجه، نعاودوا نكرروا نفس العمليه، نشرب 4 ديال الكيسان ولا صافي 4 ديال غير ديال الفطور قبل الفطور. دونك واش قالنا بعض الناس ما غيقدروش ياخذوا 4 الكيسان متابعين، يبداو بكاس 2 3 4 حتى يوصلوا لهذا الناس المسنين المرضى اللي ما قدروش او ذوي المعده اللي ضعيفه شويه. وثبتات نتائج ديال العلاج بالماء الشفاء من الامراض اللي غنذكروا دابا. واش تيقول لك؟ تيقول لك شفاء التام 100%. داء السكري 30 يوم، ارتفاع ضغط دموي 30 يوم، أغلب مشاكل المعدة 10 أيام، السرطان بالأنواع ديالو كاملة 9 ديال الأشهر، السل والتهاب السحايا 6 أشهر، الإمساك والمغص 10 أيام، مشاكل المسالك البولية 10 أيام، مشاكل الأنف والأذن والحنجرة 20 يوم، مشاكل الدورة الشهرية 15 يوم، مشاكل القلب بالأنواع ديالها 30 يوم، الصداع 3 أيام، فقر الدم 30 يوم، السمنة 4 ديال الأشهر، الصرع والشلل 9 ديال الشهور، مشاكل الجهاز التنفسي 4 ديال الشهور. هذا غير الماء اختي سمية، غير الماء بوحدو. طيب جمال، عندي اقتراح، ممكن مثلا الا جاو الناس قاصح هذه القضيه ديال المدافي نسموه بشي مذاق حامض، خل تفاح، الرضا. شنو رايك؟ الحامض هو الفن، هو ملك ديال الفواكه، فيه العجب العجاب الحامض.